التوتر ده احساس بنعيشه كل يوم، مع ان في ناس بتنجز اسرع تحت ضغط، لان التوتر المزمن بيأثر بشكل خطير على جسمك ومخك. لما بتحس بالتوتر بيحفز هرمون اسمه الكورتيزول. المشكله ان الكورتيزول ده بيضعف التوصيلات بين الخلايا العصبيه في المخ، وده بيقلل التركيز والذاكره وقدراتك على اتخاذ القرار. لو التوتر استمر لفتره طويله ممكن يؤدي للاكتئاب والزهايمر. المشكله الاكبر انه كمان هيأثر على اولادك، لان ده بيغير في الدي ان ايه. تجربه علميه اتعملت على مجموعه من الفئران اللي كانت بتتعرض لضغوط شديده بشكل مستمر. الباحثين اكتشفوا ان التوتر المزمن مش بس اثر على صحه الفئران، لكن كمان انعكس على صحه الاجيال اللي جايه منها. التغيرات في التركيب الجيني الناتجه عن التوتر المزمن انتقلت من الاباء الى الابناء. في دراسه اتعملت في جامعه كاليفورنيا بتقول ان التوتر المزمن بتغير طريقه استجابه الجسم للتوتر على المدى البعيد بسبب تاثيره على الجينات المسؤوله عن تنظيم الاستجابه العصبيه والهرمونيه. التامل والهدوء بيحسن صحه المخ، خاصه في الاماكن المسؤوله عن الذاكره واتخاذ القرار. التوتر المزمن بيقلل من حجم المنطقه المسؤوله عن التعلم والذاكره، وبيزود ضربات القلب وضغط الدم كمان، وكمان بيضعف الجهاز المناعي، بالاضافه انه بيزود فرص الاكتئاب والقلق ويدخلك في دايره كبيره من التوتر. عشان تقلل التوتر ده حاول تمارس رياضه بانتظام، لانها بتفرز هرمونات السعاده زي الاندروفين. نظم مثلا وقتك كويس عشان ما تحملش نفسك فوق طاقتك، واهتم بالنوم الكافي لانه بيساعد جسمك ومخك. والقراءة والصلاة طبعا، ما تخليش الحياة السريعة تتحكم فيك. التوتر جزء من الحياة، بس السيطرة عليه بتبدأ بانك تدي نفسك وقت للراحة وتهتم بصحتك النفسية والجسدية. وبس كده يا صديقي.